السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أصدقائي في كل مكان. هنتابع آخر الأعمال بملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة، الملعب اللي هيستضيف بعض مباريات أفريقيا 25 وأيضا كأس العالم 2030 بالمملكة المغربية الشقيقة. هنتكلم في النص الأولاني من الفيديو عن التفاصيل العامة الظاهرة لحضراتكم، ولكن في النص الثاني من الفيديو هنتكلم عن التفاصيل الهندسية الدقيقة لمحبي كل التفاصيل الهندسية. وهسيب لكم كل مصادر الفيديو في صندوق الوصف. ما تنساش لو بيعجبك محتوانا اللايك والاشتراك في القناة لو أول مرة تشوفنا، وكلمة طيبة ويلا بينا. أهلا بيكم أصدقائي مرة تانية، بداية مع الواجهات الخارجية والتوقف التام لتركيب الغلاف الخارجي على الواجهة بعد ما تم تركيب جزئية بسيطة في الجهة الجنوبية الغربية من الملعب، وبنسبة كبيرة هيتم استكمال باقي الغلاف الخارجي بعد ما يتم أعمال شد الكابلات الخاصة بالسقف حفاظا على الغلاف الخارجي من التمزق والاتساخ، نتيجة انه لسه هيتم رفع القطع المعدنية الخاصة بالسقف، وايضا الزيوت الناتجة عن الماكينات الهيدروليكية اللي هي هتشد الكابلات المؤقتة للسقف. وأصدقائنا اللي كانوا بيسألونا عن الإضاءة الخاصة بالواجهة الخارجية، هل هي هتكون إضاءة ذاتية في الواجهة من الخارج أم خلف الأغلفة الشفافة، أم إنها هتكون خارج الملعب نهائيا وبيتم تسليطها على الواجهة مباشرة حسب التصميم الخاص بكتاب الفيفا اللي هو أمامكم. إن الإضاءة هيتم تركيبها في الواجهة نفسها ولكن من الخارج، وعلى 3 مستويات فوق بعض، مستوى منخفض ووسطي علوي. ولما نيجي نشوف الأعمال اللي تمت على أرض الواقع هنلاحظ إنه تم عمل الغلاف الخارجي على هيئة 4 مستويات منفصلين عن بعض، علشان يكون ما بينهم 3 خطوط هيتم تركيب فيهم الإضاءة، واللي هيتم تسليطها للأسفل على الواجهة مباشرة، واللي بالتأكيد هتدي في الليل واجهات مميزة ولا أروع بألوان مختلفة حسب الطلب. وبالتأكيد اللمسات الجمالية مش هتكتمل في الملعب إلا مع وجود الشاشات المضيئة على الواجهات الخارجية اللي هيتم وضعها في أماكن متفرقة على الواجهة. تخيل كده الشاشات المضيئة مع الواجهة المضيئة والسقف الكامل للملعب، يعني هتاخد كده كومبو مميز جدا في الملعب. ولكن الأعمال بتحتاج صبر علشان نقدر نشوف الملعب مكتمل. وقبل ما نكمل ما تنساش يا صديقي دعمك المستمر باللايك والاشتراك في القناة، حاجات بسيطة ونوصل ل100 ألف قبل العيد إن شاء الله، كل ده بفضل الله وبفضلكم. ونروح يا أصدقائي للتفاصيل الفنية الداخلية لسقف الملعب. ولكن بداية لازم تكون عارف إن كل ملاعب كرة القدم الكابلات والقطع المعدنية كلها واحدة وبمسمى واحد، بيختلف فقط في شكل التصميم الخارجي للملعب علشان يكون لكل ملعب تصميم فريد خاص بيه. وتصميم وشكل الكابلات بيختلف من ملعب لآخر زي التصميم تمام. أمام حضراتكم ملعب بيكون فيه الكابلات مرصوصة فوق بعض بشكل رأسي، وملعب آخر بيكونوا مرصوصين بجوار بعض بشكل أفقي، وملعب آخر بيكونوا مرصوصين بجوار بعض ولكن بشكل مائل. بيختلف الأشكال ولكن الوظيفة واحدة. والشكل اللي هيتم تركيبه في ملعب ابن بطوطة هو الشكل الأفقي، يعني كابلات مرصوصة بجوار بعض وهتكون على مستوى أفقي، واللي بتسمى بالرينج كيبل أو الكابلات اللي واخدة الشكل الدائري وهي كابلات رئيسية. وأما الكابلات الفرعية اللي بتسمى بالريديال كيبل وهي عاملة زي شعاع الشمس اللي طالع من الحلقة الدائرية اللي هي رابطة من الكابلات الرئيسية وما بين الحلقة الخارجية للملعب. وأما القطعة الضخمة البيضاء اللي أمام
حضراتكم واللي بتسمى بالكيبل كلامب أو مشبك الكابلات، ودوت الهدف منه الرئيسي إنه يثبت الكابلات الأفقية بالتساوي تماما ويحافظ على استدارة الكابلات في الأعلى. كمان بيكون ليه وظيفة أخرى إنه ينزل منه قطعة رئيسية علشان تقدر تشيل الكات ووك أو ممشى العمال اللي هيكون فيه الإضاءة والشاشات الخاصة بالملعب. والقطعة الدائرية في مشبك الكابلات واللي بتسمى بكونكشن بليت، واللي هيتم تثبيت فيها القطعة الأمامية من الكابلات واللي بتسمى بالكاتينري كيبل عن طريق البنز. وحابب أقولك معلومة إن كل حاجة إنشائية في الملعب زي الخرسانات بيكون ليها معامل للخطأ، يعني ممكن يكون في سماحيات للخطأ سواء في الأعمدة أو الأسقف أو القمر حسب الكود الإنشائي، ولكن نسبة الخطأ في الكابلات المعلقة هي 0%، يعني الملعب لا يتحمل أي خطأ نهائيا. والرينج كيبل أو الكابلات الدائرية الرئيسية بما إنها مفروض تكون مغلقة في الأعلى ولكن بتيجي من المصنع مفرودة، يعني كأنه حبل واحد، وهنا يجي بقى طريقة تربيطه ببعض. وهنلاحظ أصدقائي سواء كانت الكابلات بالشكل الرأسي أو بالشكل الأفقي أو بالشكل المائل، التلات أشكال لازم يتم تربيطهم بالشكل اللي أمامكم تماما. وهنا يجي دور المكبس الميكانيكي واللي بيكون متواجد في نهاية الكابلات الرئيسية من الملعب، واللي بيقابله من الناحية التانية نفس الشكل ولكن بحجم أقل علشان يدخل في قلبه وبعدها يتم لفه زي الألووز. وبعد ما تتم العملية ديت بناخد حلقة محكمة الغلق تماما في الأماكن العالية. وحسب بعض الرسومات الاسترشادية، بالتأكيد هي مش رسومات رسمية ولكن هي أقرب شيء للحقيقة، واللي بيظهر فيها كابل من الأسفل وهو اللي هيشد الكابلات الرئيسية الداخلية للملعب زي ما شرحناها منذ قليل، وده عبر الفتحة السفلية من الحلقة الخارجية. وأما الفتحة العلوية واللي هيتم تركيب فيها القمر المعدني اللي تم توريده منذ يومين داخل الملعب علشان يتم وضع فوقيه الأقواس المعدنية المشكلة للموج فوق السقف من الأعلى، واللي هيتم تغطيته بالمشمع الأبيض أو التنسل ممبرين. بالتأكيد تفاصيل كتير بتتم داخل وخارج الملعب ومفيش شك إنها تفاصيل هندسية ممتعة جدا، وبالأخص لما بنشوفها بتتم قصاد عينينا لحظة بلحظة. وده كمان بجانب الأعمال اللي بتتم داخل وخارج الملعب واللي غير منظورة، وبالأخص التشطيبات الداخلية واللي كنا نتمنى نشوف إنها وصلت لحد فين. وما ننساش كمان الأعمال اللي بتتم في الخارج عن طريق الهيكل المعدني اللي هو شايل التمديد الخاص بغرف الضيافة من الأعلى، واللي ما زالت أعمال التشطيبات مستمرة فيه بأعمال المحارة وأيضا أعمال الأرضيات اللي بيتم صبها تباعا، وكمان الأرضيات الخاصة بممشى الجمهور في الخارج واللي ما زالت أعمال صب الخرسانة بيه مستمرة حتى الآن. ولو وصلت معايا للمرحلة ديت يا صديقي وعجبك فيديو النهاردة ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة لو أول مرة تشوفنا، واكتب لنا في التعليقات حابب تشوف أي ملعب في الفترة القادمة. أشوفكم في فيديو قادم وسلام.